مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم باذن الله راح ندير لكم تارت دامور ولا تارتا على شكل قلب، وصفه ناجحه مضمونه. اذا كان جربتوها اكيد راح تعتمدوها في المناسبات تاعكم. اول حاجه نبدا بها هي لاجينواز، نحتاج فيها 3 بياض بيض، نزيد عليه رشه تاع الملح ونطلعهم حتى يوليو رغوه. في هذه المرحله نزيد عليهم 5 مغارف تاع سكر بالتدريج. بالنسبه للصفار نزيد عليه 5 مغارف نتاع زيت و5 مغارف حليب. هنايا نخلطهم في زوج مع بعض بالباتور، لازم نتاكدوا انه خلطناهم مليح. نزيد لها 5 مغارف تاع فرينه بالتدريج ونخلطهم من التحت حتى للفوق ومغرفه تاع لافاني. صاشي خميره من وزن 10 غرام، نحطها هنايا في البلا اللي المقاسات تاعو 40 على 30 سنتيمتر. ندير له ورق زبده ونحط الخليط ونستفو، لازم يكون بسمك كامل كيف كيف. نخبطو باش نخرج من الفقاعات وندخلو للفرن، نطيبو حوالي 10 دقائق حتى يحمر لي من تحت غير شويه. نعاود نشعلو من فوق يدي هذا اللون ونخرجو. كي نخرجوه نغطيوه بطرشونه. بالنسبه لي انا راني درت 3 تاع الجينواز باش نقدر نخرج 3 تاع القلوب. نطلع هنايا الكميه اللي نحتاجها تاع لاشونتيي. يبقى كل كاس تاع شونتيي نقابلوه بكاس غير ربع نتاع الماء اللي يكون بارد. هنايا نجيب السرسو تاعي تاع القلب، نقطع 3 تاع القلوب، نحط لاجينواز الاولى ونشربها مليح. تبقى على حسابكم حبيتوا تشربوها مليح ولا لا. باش تعرفوا بلي لاجينواز تاعكم راهي مشربه، كي تحطوا صباعكم فيها تلقاوها تخرج لكم شويه نتاع هذاك السيرو. انا بالنسبه ليا راني شربتها بالجوي تاع القارص، وانتم لكم الاختيار. ندير هنايا في الحواف لاشونتيي. بالنسبه لاشونتيي تاع اللي نعمروا بها لداخل نديروها ثقيله. بالنسبه لاشونتيي اللي نسيو بها من فوق نديروها خفيفه باش تعاوننا في الخدمه. فيما يخص الحشو نتاع لا تارت الداخل يبقى على حسابكم. انا درت مكسرات، درت لوز، جوز، بيستاش وكراميل. انتم تقدروا ديروا اي حشوه اللي تساعدكم. حاولوا كي ديروا الكراميل يعني ديروه في الجهات كاملين، باش هكا يعني كي تاكلوها ما تلقاوش جهه فيها الكراميل وجهه ما فيهاش. نعاود هنايا نحط
الطبقة الثانية تاع لاجينواز ونلض عليها بيدي، لازم تلضوا عليها بيدكم ونعاودوا نشربوها بنفس الطريقة. كما قلت لكم حاولوا انكم تشربوها حتى كي تحطوا صبعكم فيها تحسوها شغل تخرج لكم في هذاك السيرو، باسكو من بعد راهي راح تزيد تشرب باش كي تاكلوها ما تلقاوهاش شايحة. نفس الطريقة نعاود ندير في الجناب الحواف بلا شونتيي، الحواف يكونوا شويه خشان تاع لا شونتيي ونعمرها لداخل بطبقه تاع لا شونتيي كما راهو باين. هنايا كل شيء راهو واضح. نزيد ندير طبقة تاع مكسرات ونزيد فوقها الكراميل. حاولوا المكسرات والكراميل ما تلحقوهمش للحواف، خليو الحواف فيهم غير لا شونتيي باش من بعد هذاك الحشو ما يخرج لكمش من لاطاغ تاعكم. هنايا حسيت انه الجناب يعني لا شونتيي ماهيش طالعه فيهم مليح، على بالي عاود درت لهم تور بلا شونتيي. نعاود نحط الطبقه الاخرى تاع لاجينواز وبنفس الطريقه نلض عليها ونشربها حتى هي. نغلفها من فوق بلا شونتيي. اذا كراكم تشوفوا يعني لا شونتيي اللي نغلف بها من فوق راهي خفيفه ماشي كيما اللي عمرت بها لداخل. هنايا اللي سيها مليح ونحطها في الكونجيلاتور ساعه ومن بعد نجبدها. بعد ما فاتت ساعه نجي هنايا نحي لها السيرسو بالشاليمو. اللي ما عندها شاليمو تقدر تستخدم السيشوار ونعاود اللي سيها للمره الثانيه. دائما لا شونتيي تكون خفيفه، يعني نعاود ندير لها طبقه من لا شونتيي اللي تكون رقيقه واللي سيها كما راهو باين. في هذه المرحله اللي سيها مليح ونحطها في الكونجيلاتور 4 سوايع كاملين، ما ديروهاش قبل 4 سوايع. بالنسبه لكلاصاج ميروار انا شريته واجد. نسخنه هنايا في حمام مائي على درجه 40 درجه، كي يلحق 40 درجه نطفي عليه ونبقى نخلطه دقيقه كامله حتى يبرد. نرجع هنايا لاطار تاعي راهي جامده، لازم كي ديروا لها الكلاصاج ميروار تكون هي جامده بزاف. بالنسبه للكلاصاج لازم ما ديروهش فوق لاطار تاعكم حتى يلحق لدرجه 30 درجه. اذا كان ما عندكمش ترمومتر ديروا صبعكم كي تحسوه دافي في الصبع ديروه فوق لاطار تاعكم اللي تكون فريمون جامده. بالنسبه للتزيين يبقى لكم اختيار. انا درت خطوط بالشيكولا ودرت لها هذوك الحبات اللي جايين ملونين تاع الروز، وانتم يبقى لكم الاختيار زينوها كما بغيتوا. هذا هو الشكل النهائي تاع وصفة اليوم. نتمنى انه تكون نالت اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسونيش بالدعم تاعكم. دمتم اوفياء، الى فيديو اخر باذن الله وبسلامه.